ما تيجي نشوف الطبق ده معمول ازاي. اهو شوفوا السلطات الجميله احنا كنا عاملينها في اللايف، حطيناها جنب الطبق اللي احنا عملناه دوت. ماشي معاه ضفنا ليه سلطه الطحينه. هقول لكم ايه عملناها ازاي. نجيب معلقتين طحينه على معلقتين زبادي يعني رشه كمون ورشه ملح وفص ثوم. بصوا ايه جبنا هنا العيش. هو طبق بصراحه بيتاكل بالعيش، هو طبق مشكل، مش عارفه بقى انتوا بتسموه عندكم ايه، يا ريت تقولولي. وضفنا عليه، حطيناه جوه العيش تمام مع معلقه سلطه الطحينه. بصوا يا جماعه شكله بيشهي جدا وطعمه بصراحه تحفه بصراحه وروعه، ولا اجمل وعجب كل في البيت. جميل جدا وكان مطلوب مني تمام. وهنضيف عليه بقى رشه ايه، طبعا انا رشه خضره اللي هي بقدونس على كزبره كده جميل، او بقدونس بس زي ما بتفضلي، مع السلطه اللي احنا عاملينها والتحفه. والف هنا وشفا يا رب على قلوبكم جميعا. ولايك وشير يا حبايبي، ويلا نبدا الوصفه. شوفوها في الصينيه، يلا بينا. هنا حطينا معلقتين زيت زي ما انتم شايفين، وحته كده دوش او ليا زي ما بتفضلي عندك في البيت او بتحبوه، وتشوحيهم كده. وبعدين هنا مكعبات لحمه صغيره انا متبلاها قبلها بميه بصل وملح وفلفل، ومقطعه مكعبات صغيره جدا. اعملي اقل مقدار ممكن تعمليه حسب برضو الكميه اللي انت طالباها، او حسب عدد الافراد، او يعني ممكن تعملي من ربع كيلو. تجيبي ربع كيلو لحمه مكعبات وتقطعيها وتتبليها قبلها بساعتين عشان تساعدنا على السوا، ما تغيبش في السوا معانا جوه الخلطه دي الجميله دي. ميه بصل وملح وفلفل وتسيبيهم شويه وبعدين نضيفهم. هنا عاملين كرات ايه، كفته برضو عامله عليها بشر عليها بصلايه وفي الكبه وملح وفلفل وبهارات كفته، ومعلقتين كده ايه او معلقه دقيق كده عشان تتماسك معانا من ميه البصل ما تفكش معانا ان شاء الله. معلقه نشا او معلقه دقيق او معلقه بقسماط الموجود عندك، ما توقفيش نفسك وتنزلي بيهم تنزلي بيهم في الصينيه دي وتقلبيهم وتشوحيهم على اساس ان احنا بنشوح بدهم تقلبتين ان هم يدخلوا في السوا. مع طبعا الكميه كل ما تبقى اكبر تكبري طبعا الصاج بتاعك او الصينيه بتاعتك اللي تعمليها على البوتاجاز. طبعا ريحته جميله. بصوا يعني بصراحه يا جماعه جربوها ومش هتندموا. هي صينيه مشكله. وبعدين انا يعني شوفوا انتوا بتسموها ايه بقى، اتفضلوا انتوا بتسموها ايه زي ما تسموه. هنا انا برضو مجهزه معايا سجق تمام، ومقطعاه برضو على قد الاكله وعلى قد التغميسه زي ما بيقولوا بتاعت الساندوتش بتاعنا. وبضيفها هنا برضو بديها تقلبتين. انتوا عارفين هنا السجق بيبقى كده كده هو جواه التتبيله بتاعته، مش محتاج تتبيله قويه ولا حاجه، بس هو هيشرب يعني او هيتمكس مع بعضيه مع الخلطه الجميله دي يا جماعه اللي احنا عاملينها تمام. يلا هنا كمان بديها برضو، خليكم معايا تشويحتين. هنا هنعمل ايه، مقطعه انا بصلتين كده جوليان وبضيفهم على الخلطه الجميله دي، وبرضو فلفل اخضر وبضيفهم عليها، بتدي ريحه معاه. عندك بقى قرن شطه سبايسي كده، يعني يا سلام، يعني بتبقى اجمل واجمل بصراحه. بس دي كل الاضافات اللي انا ضفتها عليه. هنا بوسع طبعا في النص كده، وضفت معلقتين توم مفروم. عشان ايه بقى، عشان الاضافه الاخيره بتاعتنا الكبده دي يا جماعه متقطعه كبده صغيره او زي ما بنقول كبده اسكندراني، ومتبلاها بملح وفلفل وكمون وكزبره، وعصر عليها ليمونيه كده كبيره كده محترمه، وحطيتها في النص عشان تبدا تاخد الصدمه بتاعتها. وببدا هنا بسيبها شويه، مش بقلبها على طول اول ما بنزلها. فرمه كده برضو معايا معلقه كده ايه يعني دوش او الحاجه اللي انت حابه تضيفيها عليها. بسيبها كده بس مش بقلبها اول ما بضيفها على طول، عشان تحت اما اجي اقلب الكبده ما تتهريش معاكي، تتشمع من النار من تحت. ابدا كده اديها تقليبه واستنى شويه واديها برضو تقليبه كمان علشان ابقى ادخلها في السوا وهي بحالتها ما تنزلش كميه الميه اللي فيها ونفقد السوائل المفيده اللي جوه الكبده. هنا ضفت معلقه من بهارات الكبده الجاهزه،
انا متبلها طبعا قبلها بشويه، بس برضو ما فيش مانع. اما تيجي تقليه بقى بالراحه كده بحيث ما تتهريش معانا او تبوظ معانا الكبده. تمام. شويه على ما تبدا تتماسك ابدا ادمجها مع بقيه الخليط اللي احنا حاطينه مسبقا في الصاج بتاعنا. وطلعت والف هنا وشفا حبايبي، ولايك وشير يلا معايا. بصوا شكلها واللون الطبق جميل وبيشهي، والف هنا وشفا يا رب على قلوبكم جميعا. هنا السلطات دي انا كنت عامله سلطه بطاطس بالبسله بالمايونيز وبالزبادي، وهنا على اليمين بطاطس فاصوليا، معانا فاصوليا بيضة على فاصوليا حمراء على بصل على خيارايه وطماطمايه مكعبات، وعملنا دريسنج بتاعها ملح وفلفل وخل ودبس رمان، وبرده مفيش مانع انك تضيفي دبس رمان كده مفرطاه. شوفوا الشكل، شوفوا الطحينه جميله جدا يا جماعه. يلا جربوا وقولوا لي رايكم فيها ايه، والف هنا وشفا يا رب على قلوبكم جميعا.